ما يرسخ عقيدة التوحيد أن نعرف أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الأمور باب الأسماء والصفات مما نكب فيه كثير من المسلمين لمكايد الفلاسفة ومكايد من تأثر بهذه الفلاسفة من الجهمية وغيرهم والمعتزلة وغيرهم. نكبوا في هذا الباب فقالوا أنكروا أن الله استوى على العرش وأنكروا أسماء الله. الجهمية أنكروا هذه الأسماء والمعتزلة أنكروا الصفات. وإنكار علو الله واستوى على عرشه أدى بهم إلى عقيدة الحلول ووحدة الوجود، لأنهم ينزه الله أن يكون فوق الكون وفوق المخلوقات ويكون في كل مكان، أو يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا 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 ولا. فإما أن يجعلوه معلوما وإما أن يجعلوه حالا في كل شيء، وهذا نهاية التنقص لله رب العالمين. فيزعمون للناس وللببغاوات من أتباعهم أنهم ينزهون الله. ليه؟ لأن إذا أثبت أن الله عرش أثبتنا له الجسمية، نقول لأنه بارك الله فيك الاستواء يستلزم أن يكون الله جسما، يستلزم أن يكون إما الله أكبر من العرش أو دونه أو فوقه أو إلى آخره. كلام فارغ، يعني ينفون عن الله التجسيم قبحهم الله. لذلك استواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوقين كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فهذه الآية أخذ منها أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لما اختلف فيه الناس، أخذوا من هذه الآية ومسيراتها قاعدة للإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله عز وجل. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فنزهوه عن مشابهة المخلوقات وأثبتوا له ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. فالآية تقول اثبتوا الأسماء لله عز وجل والصفات بدل قوله وهو السميع البصير، وانفوا عنه التشبيه بناء على قوله ليس كمثله شيء. فظلت المشبهة وقالوا إن الله له سمع كأسمائنا وبصر كأبصارنا واستواء كاستواء إلى آخره. وجاءت المعطلة ونفوا عن الله تبارك وتعالى مماثلة المخلوقين وأغرقوا في ذلك حتى أدى بهم هذا الإغراق إلى نفي صفات الله وأسمائه. وبعضهم ينفي الصفات ولا ينفي الأسماء، وبعضهم يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي الباقي كالأشعرية.